غدانا النهاردة بقى ملوخية خضراء وفراخ محمرة ورز بالشعرية ولسان عصفور. تعالوا بقى شوفوا بنعمل الاكل ازاي. اول حاجة خالص هشوح الفراخ عشان اسلقها، بصلاية، فص ثوم، ورق لورا، معلقة سمنة. هسيح كده السمنة وبعد كده هنزل بالفرخة بقى. عايزة تاخدي احلى شوربة من الفراخ تعملي الطريقة دي او اللحمة. اهم حاجة تشويح الفراخ او اللحمة عشان تديكي طعم للشوربة حلو قوي وغني جدا. هشوح بقى الفراخ وفي نفس الوقت حاطه براد ميه دافيه، يعني ميه بتغلي كده على النار. لازم الميه تكون مغليه عشان لما نشوح الفراخ هننزل بيها، ننزل بالميه اللي بتغلي ديت على الفراخ كده. خلاص هقعد بقى اقلب فيها كده واشوحها بين وقت للتاني. وهنا بقى هقطف الملوخيه، بنشيل الورده اللي من فوق دي، ده كده التقطيف. وبعد كده بتتغسل وتتصفى وتتخرط وتتطش. هنشوف بقى الخطوات دي كلها. هنزل بقى بالمية المغلية على الفراخ بالشكل ده. هتشوفوا دلوقتي احلى شوربة، ما طلعتش ريم نهائي، حاجات بسيطة جدا. بعد ما نحط المية بقى هنحط الملح والفلفل الاسود وقالب ماجي. بصوا الشوربة عاملة ازاي. هنشيل بقى الريم البسيط اللي طلع ده بالكبشة. هنعمل بقى الرز بالشعرية، جبنا الشعرية واللسان عصفور. وهنا بقى هغسل الملوخية كويس قوي وبعد كده هصفيها. هنا الشعرية واللسان عصفور عليهم سمنة وزيت وهنشوحهم كويس قوي. هخرط بقى الملوخية وحضرت الطشة بتاعتها، 4 فصوص توم، معلقة سمنة، يعني معلقة صغيرة من الزيت، معلقة صغيرة من الكزبرة، وبس كده. وهنا بقى الشعرية خلاص اتحمرت، هنزل عليها بالرز المغسول المتصفي وعليه الملح بتاعه، وهنزل بالمية المغلية عشان الرز يبقى مفلفل. وهساوي الرز بالمية، واول ما يغلي هقوم موطيه عليه ومغطياه عشان الرز يطلع معاكي مفلفل. دي احلى طريقة ان الرز يطلع معاكي مفلفل. ودلوقتي بقى هنزل بالمية المغلية بالشكل ده. واللسان عصفور خلاص خلص، حطيت برضو عليه الشوربة بتاعته كده. كل حاجة خلصت، ناقص بس نعمل الملوخية. خرطت الملوخية بقى وهنا الشوربة هنزل بالملوخية فيها. وهنا بقى هعمل الطشة، خدت بس غلوة كده، ما تغليش كتير على النار عشان ما تسودش. وده لسان عصفور. هنحط بقى الطشة على الملوخية. بصوا بقى لون الملوخية، بصوا خضرها. احلى احلى ملوخية الملوخية الفريش. المجمدة بتلاقيها لونها غامق، دي حلوة جدا. هنقلب بقى كده التومة، ناخد معلقتين بقى في الطاسة. احلى لون واحلى قوام وريحة كانت قلبة الدنيا. كده الاكل خلص النهاردة. رز بالشعرية، لسان عصفور، فراخ محمرة، طبق ملوخية. كان عندي طبق فاصوليا في التلاجة سخنته برضو، وطبق اللسان عصفور وعليه نص ليمونة. وكان احلى غدا النهاردة. اتفضلوا معانا.